خدعة التنويم المغناطيسي من طرف المدرب النيجيري اليوم في الندوة الصحفية قبل مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب نيجيريا. المهم أنا دخلت الإعلام النيجيري باش نشوف هذا التصريح اللي قالوا اليوم المدرب ديال نيجيريا واش صحيح ولا ماشي صحيح، ولا خدعة، ولا بغى يبيع العجل الوليد الركراكي. المهم أنا دخلت وقتنصت لكم الأخبار وجبت لكم الأخبار كاملة، واش هذا الكلام اللي قالوا صحيح ولا ماشي صحيح. انه قال انني ما غاديش نضغط باللاعبين، ما غاديش نلعب بالطريقه اللي لعبت بها امام الجزائر، غادي نرجع للوراء وغادي نشد الدفاع ديالي مزيان ونخلي المنتخب المغربي هو يضغط عليا، وغادي نستغل الفرص ولا نقتنص الفرص باش نسجل الاهداف. علاش المنتخب المغربي عنده مشكله الا حكمتي ليه الدفاع مزيان. اذا وليد الركراكي الا سمع هذا الكلام هذا غيدخل لاعبين ديال الهجوم، الا كانوا هما باغيين يشدوا الدفاع حنايا ندخلوا لاعبين ديال الهجوم. ولكن هذه واش خدعه من طرف الاخوان المدرب ديال نيجيريا ولا نيت كلام في الصميم؟ علاش وليد الركراكي الا دار خطه هجوميه غتولي عندنا ضعف في الدفاع ويقدر يستغلوا مدرب ديال نيجيريا، وان هذا الكلام اللي قالوا كان فقط خدعه. ولكن الا وليد الركراكي دار عاوتاني خطه دفاعيه حكم الدفاع مزيان يقدر يتغلب على هذه الخدعه اللي بغى يديرها هذا المدرب ديال نيجيريا. علاش انا كنشوف قليل ديال المدربين اللي غيجيك في واحد الندوه الصحفيه ويعطيك الخطه اللي غادي يدخل بها، واش خطه دفاعيه ولا خطه هجوميه. اذا صراحه المدرب ديال نيجيريا كيلعب على النفسيه وتيلعب على كثير من الاشياء في هذه الندوه الصحفيه. المهم انني دخلت للمحللين الاخوان ديال نيجيريا وجبت لكم ابرز الكلام على هذا الشيء اللي قالوا مدرب ديال نيجيريا. واش يدخلوا بتحفظ ولا يدخلوا بحال يدخلوا مع منتخب تونس والجزائر اللي غلبوهم بواحد النتائج وباداء كبير الاخوان. اذا هذا البلاطو اللي كتشوفوه دابا فيه 4 ديال المحللين ديال نيجيريا، ثلاثه الاخوان كانوا مع الكلام ديال المدرب ديالهم، قال خاصنا ندخلوا بتحفظ، ان الجمهور غيكون بعدد كبير، ايضا ارضيه الميدان ما عمرنا ما لعبنا فيها والمنتخب المغربي كيلعب فيها. ولكن واحد الاخوان كان ضد هذا الكلام هذا اللي قالوا مدرب منتخب نيجيريا. اذا صراحه باش تشوف 3 ضد 1 غتعرف الاخوان انها خدعه من طرف المدرب ديال منتخب نيجيريا، كما تيقول واحد المثل مغربي بغى يبيعنا العجل. لهذا نتمنى من وليد الركراكي انه ما يطيحش فخ ديال هذا المدرب هذا، علاش هو راه داروا افضل مدرب في التشكيله المثاليه ديال كاس افريقيا في الادوار السابقه. لهذا صراحه نتمنى من وليد الركراكي يكون ذكي، وهذا الكلام اللي قالوا لا يهمنا، بغى يقولوا المشجعين ديالو ولا يقولهم للمواطنين ديالو ولا المحللين ديالو، هذاك شغلو. المهم حنايا غادي ندخلوا الاخوان على انهم غادي يفرضوا السيطره ديالهم بحال الجزائر. لهذا صراحه نعرفوا شكون ندخلوا وسط الميدان، شكون يكونوا في قلب الدفاع، الاظهره، الاجنحه. المهم يكون هذاك الشيء مكونسونطري مزيان الاخوان باش نواجهوا هذا المنتخب النيجيري. صراحه راه الاعلام النيجيري راه شاعله فيها الاخوان باغي يفوز، قال لك حنا دائما كنخسروا في نصف النهائي، ما يمكنش لينا نخسروا في هذا النصف النهائي. نتمنى من والد الركراكي يدير العقلانيه في هذه المباراه هذه ونفوزوا عليهم ان شاء الله باذن الله. وتحياتي لكم والله يعاون.